يوبي سوفت واحدة من أكتر الشركات اللي سيطرت جدا على عالم الألعاب الفترة اللي فاتت، وكمان أثرت على عالم الألعاب. الشركة العظيمة ديت قدمت لنا بعض الألعاب المميزة جدا اللي كل الجيمرز عاشوا معاهم طفولتهم وأثروا على شغفهم بشكل عام. الشركة دي تحولت في فترة صغيرة جدا من الزمن إنها تخش كل قلوب الجيمرز وتحببهم في ألعابها وتقدم محتوى ممتاز جدا على أعلى مستوى، ولكن لكل صعود صاروخي عظيم بيكون ليه برضه انهيار زيه. فالنهارده حابب أعرض لكم بعض النقط المهمة واللذيذة عن تاريخ يوبيسوفت بشكل عام وسريع، ورحلة الصعود العملاقة للشركة العظيمة ديت، وكمان رحلتها للهبوط، وكمان تحولها من أكتر شركة حبتها وعشقتها الجيمرز لأكتر شركة مكروهة في الفترة الأخيرة. فما تنساش تجهز نفسك لرحلة سلسة وممتعة في تاريخ يوبيسوفت في تدمير الألعاب. ويلا بينا ليتس جو ونبدأ بأول نقطة معانا في الفيديو، وهي أصلا إيه هي شركة يوبيسوفت؟ شركة يوبيسوفت عموما هي شركة فرنسية بدأت في فرنسا، وكانت بادئة في أوائل التسعينيات. والشركة ديت أصلا كان أصلها إن هي بتاخد الألعاب من المطورين وبتبدأ إن هي تنشرها مكانهم. ولكن الطموح بدأ يعلى أكتر وأكتر لما بدأت الشركة ديت تصنع ألعابها بنفسها، لحد ما بدأت تظهر الألعاب الضخمة اللي بدأت تبني إمبراطورية يوبيسوفت. وطبعا لو قعدنا نعد للشركة ديت على كمية الألعاب الضخمة والعظيمة اللي أنتجتها مش هنخلص، لأن الشركة ديت فعلا حطت بصمتها وتقلها في عالم الألعاب. وطبعا ألعاب كتير بس أهمهم هي سلسلة برنس اوف بيرشيا، وسلسلة سبليتر سيل، وكمان سلسلة اساسن كريد وفار كراي، وسلسلة ريمبو 6، وكمان سلسلة ذا ديفيجن، واخرهم واتش دوج، والعاب تانية كتير وكتير. ولكن فعلا الالعاب ديت لما نزلت حطت اسم يوبيسوفت في القمة في عالم الالعاب، وفعلا بدأت الناس تعرف يعني ايه هي شركة يوبيسوفت وايه الالعاب الضخمة والقوية اللي نازلة بيها. وطبعا الشركة ما اقدرش اقول لكم على كمية الصعود والنجاح اللي وصلت له، لان هي فعلا وصلت لدرجة ان مفيش اي لعبة بتنزل للشركة ديت غير لما بتحقق مبيعات ضخمة. وطبعا مع بداية Nice. عام 2007 لحد عام 2015 كانت فعلا شركة يوبيسوفت هي نمبر 1 في عالم الألعاب، وبتتربع على عرش صناعة الألعاب. وطبعا مش قادر أقول لكم على كمية المبيعات اللي كانت بتحصل كل سنة مع صدور لعبة جديدة، وكانت فعلا أي لعبة بتنزل بتكسر الدنيا وبتحقق مبيعات ضخمة جدا، لدرجة إن الجيمرز كل ما بتنزل لعبة الشغف للشركة دي بيزيد أكتر، وحبهم كمان للشركة بيزيد أكتر. وكان فعلا في لعبتين ثلاثة كانوا مكسرين الدنيا ومسمعين خالص، ومنهم العاب سلسله فار كراي. وحتى لما كان بينزل العاب للشركه ديت وكان بيكون فيها بجزات ومشاكل تقنيه، كان اللاعبين فعلا بيحبوا يلعبوا الالعاب ديت لانها كانت حاطه بصمتها في قلوب كل جيمر. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، طبعا زي كل نجاح عظيم لازم يكون فيه وقوع كارثي. الشركه ديت بدات ان هي تعمل غلطات تبدا في الاول ان هي تكون بسيطه، ولكن بدات مع مرور الوقت تبقى غلطات كارثيه. زي ان اول حاجه عملتها ان هي بدات تعمل العاب متشابهه ومتكرره بشكل لا يطاق. فهتلاقي مثلا في سلسله فار كراي بتلاقي ان الجزء الرابع شبه الجزء الخامس، والجزء الخامس شبه الجزء السادس. هتلاقي ان الاجزاء كلها شبيهه من بعض بشكل كبير جدا مع اختلافات بسيطه، فده سبب ملل وازعاج للجيمرز بشكل عام. وفي العاب تانية طبعا، واللي كان من اشهرها اساسن كريد، فالناس كانت مستنيه عالم مفتوح ونظام جديد وشخصيات مختلفه وحضارات مختلفه، لقيت ان الالعاب هي مع اختلاف بسيط جدا، فده برضو اثر على شعبيه يوبي سوفت. وكان في برضو غلطات تانية زي ان هم كانوا عاملين الخرائط ضخمه جدا وفاضيه وما فيهاش اي حاجه تخلي اللاعب يستكشفها، فبتلاقي نفسك انك عشان تخلص مهمتين ثلاثه في خريطه واسعه زي ديت بتاخد معاك ساعات طويله جدا بدون اي هدف، فالملل بيكون شديد جدا على اللاعب. بتلاقي نفسك عدد ساعات جيم بلاي على الفاضي ملهاش اي لازمه، ودوت اللي نزل اكتر واكتر من شعبيه يوبي سوفت. والنقطه فعلا اللي قسمت ظهر البعير واللي خلت فعلا شركه يوبي سوفت تنزل لمستوى متدني جدا في عالم الالعاب، وهي اساسن كريد شادو. وطبعا قبليها طبعا جزئيه اساسن كريد ميراج. فزي ما انتم عارفين اساسن كريد ميراج اصلا كانت معموله لان هي الجزئيه العربيه، فان هم خلوا البطل هندي وهو مش اصلا من اصول عربيه، فده عمل مشكله ضخمه. وكمان اكتملت المشكله ديت اكتر مع اساسن كريد شادو، فان انت تغير احداث تاريخيه وكمان انك تخلي البطل سيكو سيكو، فده موضوع قذر جدا، وخلى فعلا جمهور بشكل خاص في منطقه اليابان والمنطقه العربيه مش طايقين الشركه، لان هم كانوا على امل كبير جدا ان اللعبه تنزل ليهم مخصوص وان هي تبقى حاجه على اعلى مستوى زي ما شفنا في اساسن كريد 1 وفي اجزاء تانيه كتير. فده خيب امل اللاعبين في الشركه. وطبعا مش هنسى اقول لكم طبعا على كميه الغباء الاصطناعي اللي كان موجود في اشهر السلاسل زي فار كراي واساسن كريد. وطبعا الحاجات اللي كانت بتحاول يوبي سوفت ان هي تحيي مجدها تاني بيه انها
كانت عامله لعبه ضخمه اسمها سكيلين بونز، كانت بتقول ان هي اول لعبه قراصنه اونلاين واحنا اللي عملناها والدنيا حلوه، وقعدوا ياجلوها مره والتانيه لحد ما نزلت لعبه تانيه وبقت هي اول لعبه قراصنه تنزل اونلاين، وبقى شخصهم في الارض طبعا، وجم ينزلوها كميه بجزات بالعبيط، وفعلا ما بيتعلموش من غلطاتهم خالص، واللعبه صرفوا عليها كتير جدا. لو كانوا صرفوا نص الميزانيه دي حتى على ريميك للعبه قديمه او حتى للعبه جديده مبتكره، كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. ومن هنا فعلا انا اشعر بالحزن الشديد على هذه الشركه العظيمه اللي دمرها غبائها قبل ما يدمرها لعبها. وكل اللي اقدر اقوله ان الشركه ديت ممكن يكون في امل ان هي ترجع تاني لو بس بصت على الكنوز اللي تحت ايديها. والشركه دي فعلا كانت شركه رائده جدا في العابها ومبدعه وكمان جريئه، ولكنها تحولت لماكينه فلوس بتحاول تجيب فلوس من اي شيء. وبس فعلا احنا عندنا امل للشركه ديت ان هي ترجع تاني زي الاول وتقدم لنا العاب جميله زي ما اعتدنا عليها. ومن هنا يا شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم كالعاده، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. Whoa, 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 hey, 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 hey.